السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما نبداو، اولا الف مبروك الف مبروك للمغاربه والمغرب ولكل الفعاليات الرياضيه. في هذا الموضوع غنتكلموا على الجوائز اللي حصل عليها المغرب واللي كانت له حصة الاسد من هذه الجوائز، بحيث كانت جائزة احسن مدرب وهي للسيد وليد الركراكي، والذي يستحقها عن جدارة واستحقاق. وانتم شفتوا الباركور اللي دوز السي ركراكي، لا مع فريق الوداد ولا مع فريق الفتح ولا كذلك مع المنتخب المغربي، اللي قدمنا كرة حديثة وشيقة. وكانت جائزة أحسن حارس للحارس الكبير ياسين بونو، واللي استحقها هو الآخر عن جدارة واستحقاق، لأن شفتوا المشوار ديالو اللي قدموا لا مع فريقه ولا مع المنتخب الوطني ولا مع فريقه الحالي الآن. وكانت جائزة أحسن منتخب للمنتخب المغربي، المنتخب المغربي الذي أظهر على مستوى جيد والذي أبهر العالم، ولا سيما في كأس العالم بقطر. هذه الجوائز اللي سيطر عليها المغرب خلات شي ناس كيندبوا وكيعولوا وكيبلبلوا. الناس ما عجبهمش علاش المغرب تكون عنده حصة الأسد في هذه الجوائز، وقاموا ونضوا كيشككوا لا في الاتحادية ولا في المغرب ولا في اتحاد الكاف، وكيتهموهم بالرشوة واللوبي. فنستمع لما يقوله بعض الإعلاميين الجزائريين سامحهم الله. قرارات مجحفة. صح لكن مصطفى، كلنا نعلم أن اللوبي المغربي هو المسيطر عليها. كاين الرشوة، كاين هذه على بالنا بالرشوة، هذه تاع الرشوة الجميع يعلم أن الحكام يأخذون رشاوي، أعضاء الهيئة للكاف يأخذون رشاوي. اليوم السؤال اللي لازم نطرحوه بقوة، من يقف هذا المافيا عند حدها؟ شكون؟ كلنا نعلم أن اللوبي المغربي هو المسيطر عليها. كاين الرشوة، كاين هذه على بالنا بالرشوة. سمعتوا؟ والله تاع الناس الى حماقوا، ما بغاش يبان لهم علاش المغرب يحصل على هذه الجوائز ويحصل على حصة الأسد في هذا الحفل اللي انضماتوا لاكاف. ما بغاش تصرت لهم، واخا انهم ما حضروش، يحضروا ولا لا يحضروش، احسن اللي ما حضروش. كرة تبلبل وقعت الماء. ما يديروا، ما سمعتوش شنو خدام كيقولوا؟ ها الرشاوي، ها اللوبي المغربي هو المسيطر، ها لاكاف كتشد الرشاوي، وهذا وهذا وهذا. نوضوا تخدموا على راسكم، صافوا لكم ديما نوضوا تخدموا على راسكم، راكم بقيتو دايرين غير في الاخر. ديما القط اللي ما كيلحقش اللحمه كيقول لك هذيك خانزه. نوضوا تخدموا على راسكم ودوروا في ديالكم، الاتحاديه ديالكم، نوضوا تخدموا، نوضوا تصوبوا هكا. حنا نبغيو افريقيا كلها تنوض، ما تبقاوش تشوفوا غير الاخر. ها هو دارها، حنا ظلمونا. ناضين تيقول لك ان محرز هو اللي كان يستحق. باش يستحق هذا محرز؟ كيف تنقولوا راه الناس كاين لجنه مكلفه هي اللي كتصوت من اللعابه، هي كتصوت على احسن لاعب افريقي، حتى هو يستحق. حنا ما كنطيحوش بقيمه محرز ولا بقيمه. المهم كان خصو يسكت في الاول ويلتزم الصمت ويمشي مع خوتو ويعيطوا له، ربما يكون حتى هو احسن. ما عرفت يكون التصويت. هو بقى كيبلبل صافي، حيدوه كاع من اللائحه، حيدوه. نتوما حتى عاد كتبلبلوا، عاد كتجبدوا لي ها محرز كان يستحق، ها الاخر ما يستحقش. كلشي يستحق، كلشي لعب زوين، كلشي لعب مزيان. حنا في افريقيا خص كلشي يتحد باش نخلقوا واحد القاره تكون زوينه، حتى هي تنافس الاوروبيين وتنافس الامريكان وتنافس. حنا بدينا غير بعضياتنا، تك 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 تك. ها اللوبي، ها ملي ما كتلحقوش كتبقاو تدوروا في الاخر. والله يهديكم، الله يهديكم، الله يهديكم. حنا ما بغيناش هذا الشيء كاع يكون، وانتم عاود نوضوا داك هذا الشيء اللي كنتوا هذا الشيء كتنوضوا على المغرب، كتنوضوا على ديالكم، على داك الاتحاد ديالكم، على المسائل الاتحاديه ديالكم، وعلى المسائل ديالكم، وكركم وصلتوا اعلى. حتى انتم عندكم ما كنكروش، عندكم منتخب زوين، عندكم مدرب، ولكن انتم دايرينها غير في الاخر. كتغطيو، ما عرفتش شنو كتغطيو، علاش كتغطيو؟ ديروا في الاخرين ونوضوا الاخرين يخدموا. الناس ماشيين وانتم ناعسين. نوضوا تخدموا على راسكم. وهذا الشيء اللي غنبغي نقول لكم،
ومرة أخرى بغيت باش نبارك ألف مبروك للمغرب بهذا الفوز الساحق وبهذه السيطرة الكاملة على الجوائز اللي قدمتها الكاف، وإن شاء الله بالمزيد والعطاء إن شاء الله للاعبينا ولمدربينا ولرئيس الجامعة الوطنية المغربية لكرة القدم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.